استني يا امي، ده انا اكلك دلوقتي احلى فراخ فيك يا مصر. يا ساتر استر يا رب، يا رب سلم. هي كده مش هتسيبها كده ولا ايه؟ مش هتتغطى؟ هتعوم كده بيسيم هو ولا ايه؟ هنجيب لها الغطا. طب ما نجيب لها الغطا. ما نجيب لها الغطا. هنجيب لها الغطا. لا اله الا الله. طب الغطا ده يا بنتي خلاص، يلا يا ماما هنجيب الغطا. ما تغطيها طيب. هنجيب الغطا. مش انا قلت لك انا هاكلك احلى فراخ؟ تعالي بقى نشيل الريم اللي على الفرخه دي علشان ايه ما تبقاش زفره. انا هخليكي تشربي الشوربه وتدعي لي. والله انا بديلك من غير اي حاجه، بس شربيني شوربه. شاطره شاطره بنتي شاطره. انا طول الاجازه نقعد على كده بقى، شربيني شوربه عشان اخف بقى، انا كده الموضوع زاد معايا قوي. بتهيألي اشرب الشوربه اخف على طول. شاطره يا حنين شاطره. برافو عليكي. انا اصلا شامه ريحتها جميله. حد شامم؟ حد شامم يا جماعه؟ هتطلعي فينا ولا ايه؟ هي حضرتك هتفضل تعوم كده؟ ما تحطي لها شويه، ما تغطيها. مش خلاص حطيتي حاجاتك فيها خلاص؟ هنجيب لها الغطا. نجيب لها الغطا. حنين بنتي بقى فيها عاده جميله، حتى لو الحاجه مغسوله بتجيبها من مكانها وتغسلها تاني. برافو برافو عليك، ده كده نظافه ما بعدها نظافه. شطوره يا حلو. انا كده اخف. والله لا تدعي لي. والله حبيبه قلبي انا بدعيك من غير اي حاجه، بس عايزين حاجه بقى وطي عليها، لان الفراخ دي ما بتاخدش سوا عشان ما تتهريش وتبقى من قلبها نادي. وطيها. تحبي تستوي على نار هاديه عشان خاطر تبقى ايه؟ جميل. زي ما بتقولي كده شوربه مالهاش حل. بصي بنتي بوسه حبيبه قلب امك يا اختي. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد النقطه دي يبقى صلوا على النبي. ولو انا الكلام اللي هقوله فيه حاجه غلط او اخواتي وهتنصحوني، انا بقول ان دخول البنات المطبخ بدري ده بيبقى لمصلحه الام ومصلحه البنت، بس هو مصلحه البنت اولا. كل ما تدخل بدري كل ما تتعلم كل حاجه، ما يبقاش في حاجه شاقه عليها. لما ندخلهم بدري بنعلمهم ازاي يرصوا مثلا حلل، ازاي ترص اطباق، ازاي ترص كوبايات، تنظف حته مش نظيفه بالراحه على قدها خالص، لحد ما تدريجيا تشيل هي المطبخ عن مامتها، لانها تبقى ام بعد كده. يعني نقول ان مثلا دخلت ورايا ما اقولهاش يلا يلا بره بره، لا بلاش الحته دي عشان دي مش حلوه. يعني الاحسن ناوليني كذا، طب هاتي كذا، طب بصي بتحبي مثلا تعمل السلطه اديها لها، بتحبي مثلا ترص الكوبايات او تغسل الكوبايات ماشي، بتحب ترص لك الحلل او مثلا تنظف لك درج او ماشي. كل دي حاجات لمصلحتها هي بعد كده، عشان لما تيجي بعد كده يبقى عندها بيت ما تتعبش في حاجه، يبقى المطبخ ده لعبتها، حاجه سهله كده مش حاجه معاناه بالنسبه لها. في ناس عندها بنات عرايس هم اطفال عايزين اللي ياكلهم واللي يشربهم وطول الوقت الحاجات بتبقى جاهزه، والجاهز ده كله عايز ميزانيات مش ميزانيه، لان طبعا الدنيا غاليه والدنيا بايظه، واكل البيت عمره ما بيتساوى باكل الشارع ابدا، مهما كان ماركه ايه ولا في ايه ولا جاي منين، اكل البيت له طعم تاني خالص. يعني مستنيه منكم رسائل كده تقولوا لي الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط.